الحلقة الثانية من سلسلة مطاعم مجهولة. بهذه الحلقة حنبتعد عن المطاعم الكلاسيكية والوجبات والأكلات الكلاسيكية، حنروح نجرب شيء جديد، مطعم جديد بيعمل وجبات بطريقة جديدة ومختلفة. إذا عجبنا المطعم حكينا لكم وين العنوان والمكان ولا تجربوه، وإذا ما عجبنا بتقدروا تعرفوا المطعم على الخاص. الشغل والفكرة الأساسية للمطعم مبنية على خبز الباو التايواني. هذا الخبز اللي معمول بمكونات من حليب وزبدة وسكر بتخليه أقرب وقابل للحشوات الحلوة، ولكن كمان بينعمل منه ساندويش حشوات مالحة. وهالشي المميز بهذا الخبز إنه بيتحضر على البخار وليس بالفرن. كان عندنا خيارات كتيرة للحشوات، فاخترت أهمها لحم العجل المدخن بالخضار، وكمان تتبيلة دجاج مطحون ومتبل، وحسيت إنه كريمة الطبخ مكون أساسي. نضاف الباربيكيو صوص والبرجر صوص على اللحم، ونضاف صوص زهري على الدجاج، وما كان يحكي لنا عن اسم الصوص. فصاحب المطعم قال لي لا تحرم حالك تجرب خبز الباو مع النوتيلا، وكان في إضافة اللي هي كريمة الباستا اللي هي نفسها بتنضاف على الكلير. وهيك بيكون طلع معنا أكل شكله رائع، بس بانتظار تجربة الطعم. أول مرة يا جماعة بشوف هالنوعية من الأكلات وبهالشكل وبهالترتيب. في البداية حنبلش بهالساندويش الصغير بس اللي شكله رهيب. هذا طوق يعني دجاج. الدجاج كان لذيذ وتتبيلته مبهرة كتير بس ما مزعجة. الصوص فيه نكهة حارة على حامض خفيف وحلو خفيف. بصراحة إضافة فخمة بس ما عرفت اسم أو نوع هالصوص. شيء غريب ونكهة جديدة علي بصراحة. هلا يا جماعة ننتقل لهالساندويش، لأنه قالوا لي إنه هو مميز. أخذت 2 منه، يعني حسيت واحدة ما حتكفيني، فهذا الحكي. طبعا هذا معمول بلحم العجل مع مكونات كتيرة من الخضروات، واكيد هذا الشيء اللي عم تشوفوه هو ما بصل مكرمل، هذه بطاطا مقليه ومحمصه كتير. صوص باربيكيو فيه، في صوص حار، وفي يعني حكايات، بس اهم شيء الجوده والنكهه. يا رباه والله مبين شيء رهيب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السندويشه جدا قويه. اللحمه اللي فيها ما بتحسها لحمه عجل مطبوخه ومستويه او مشويه او على الجريل او لا، بتحس انك عم تاكل لحم مدخن، لحم محطوط بحطب، لحم مستوي. بس والله جدا قوية ولذيذة جدا، يعني أنا مستمتع فيها، ما بس إنه عم باكل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأمانة والتاريخ البطاطا كانت سيئة ومعمولة بطريقة غلط، لأنه هي كانت مقلية ومحمصة وبعدين تلوحت على الجريل، فهذا خربط الوضع تخربط. أبو بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بس تشوفوني مبتسم هيك معناتها أنا مستمتع، يعني عم باكل شيء طيب وكتير مبسوط بصراحة. وللأمانة والله هاي الوجبة اللي اكلتها هيدي بتاخذ هيك على شبع، يعني هيك، او مثلا انت بالليل جوعان تيجي بتاخذ لك صحن هيك فيه قطعتين، واحدة دجاج وواحدة لحم، تضربهم انت مبسوط ومستمتع وبتنام فرحان وما متقل. بس بالاخير اللي عجبني انه من نفس الخبز عم يعملوا نوع من الحلويات، انه الخبز هو فعلا قابل، مانو المالح، الخبز المالح ومقبول مع الاكل المالح ومع الاكل الحلو. بس هذه والله شكلها قوية جدا. هلا نحن ما بدنا نحكم من الصورة، لكن في شيء بشرنا وطمنا قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. رهيبة والله، رهيبة وبتفوز، رائعة جدا. يعني انتم ما متخيلين قديش الجودة والنكهة. هيك تاكل قطعة من هون. للأمانة المطعم قوي وأكله طيب. اسمه بون ذا بون، موجود بشارع الكوشيموتو بمرسين. لا تنسوا متابعة والتفاعل مع الفيديو. بأمان الله.